عادل بولبينا نجم الجزائر صاحب الهدف القاتل في مرمى الكونغو كان جاي الزمالك يوما ما. ايوه كان جاي الزمالك يوما ما. الصفقه وقفت، ما تعرفش وقفت ليه. الصفقات الجامده هي اللي بتقف، الصفقات الشمال هي اللي بتيجي. سبحان الله. في 4 اسماء غير عادل بولبينا لو كانوا جم الزمالك الفتره السابقه السنتين 3 اللي فاتوا كان الوضع الاستراتيجي بتاع الزمالك هيتغير في حته تانيه خالص. لكن احنا بنجيب لعيبه زي متيابه، شيكو بن زمالك الدنس، اخوان الفينا، ما علينا، متيابه، الجفالي بتاع تونس. بنجيب اللعيبه دي، النوعيات دي. لكن نجيب سامسون، لكن نجيب الواد جيفرسون كوستا ولا ما اعرفش مين، لعيبه تحت السن. لكن نجيب لعيبه جامده لا. في 5 اسماء منهم عادل بولبينا الزمالك كان بيخلص فيهم، يلا اديني، ما جوش. احنا اللي خدنا عادل بولبينا. مش فاكر الكابتن هيثم فاروق هو ده اللاعب اللي الكابتن هيثم فاروق قال عليه وحش ولا لا، مش فاكر ومش متأكد. بس الصفقة وقفت على شوية دولارات كده بسيطة يعني. مروان عطية اللي الزمالك فيريرا قال لك احنا عايزين الواد ده. رحنا النادي الاتحاد قال لك لا والله بعدين. جينا بعدين قال لك لا والله اصل الاهلي عايزه. والاهلي عارض فخدوه. اشرف بن شرقي المره الثانيه لما راح الاهلي قبليها كان في المطار جاي الزمالك. الاداره بتاعتنا نعكشت في ايه، بوظت الدنيا، شكرا راح الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي، انا لابس اسود حسبي الله ونعم الوكيل. اللاعب المغربي كريم البركاوي اللي تألق مع المنتخب المغربي في كاس العرب كان جاي الزمالك برضه كان جاي الزمالك. كريم بركاوي كان جاي الزمالك. كريم بركاوي ما جايش ليه ما اعرفش. كريم بركاوي واحد من اللعيبه الجامده جدا في المنتخب المغربي. انا شايف ان كريم بركاوي ده يلعب في المنتخب الاول كمان يعني. كريم بركاوي كان جاي الزمالك يعني برضه. عادل بولبينا كان جاي الزمالك برضه. واخرهم ختامها مسك حامد حمدان كان جاي الزمالك برضه. ما تعرفش ايه اللي حصل. مشاكل الزمالك ارض ولا اداره؟